السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. وتعالوا النهاردة نعمل احلى صينية كفتة مشوية في الفرن بطريقة حلوة جدا. هتطلع معاكي متماسكة ومش ممكن تفك منك ابدا. بمكون واحد بس هنضيفه على الكفتة هتطلع معاكي كده حاجة اللهم بارك تحفة جدا. اول حاجة معايا كيلو لحمة مفرومة، ويكون فيها نسبة دهون يعني مش كتيرة علشان برضو ما تفكش منك. يعني لو كيلو اللحمة هنضيف عليه ربع كيلو من الدهون المفرومة. تمام. هننزل ببصلتين كده هو مبشورين او مفرومين فرم ناعم، وحسبة من البقدونس المفروم. ناخد الورق بس العيدان لا، ونفرمها فرم ناعم قوي. وهننزل بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين من بهارات الكفتة المشوية. وكمان هننزل بمعلقتين الدقيق، وهم دول سر تماسك الكفتة اللي هتشرب أي سوائل وهتديها تماسك كده وانتي بتعمليها على السيخ. تمام. هنقلب كل المكونات الحلوة دي كلها مع بعض، واستعملي بقى قوتك وصحتك. واعجني الكفتة كويس جدا لحد ما الأنسجة بتاعتها تظهر معاكي، اللي هوريها لكم دلوقتي. تمام. سر نجاح الكفتة هو العجن بتاعها. تعجنيها كويس جدا لحد ما تبقى طرية كده اكنها زي العجينة في ايدك. تمام. نعجنها كويس جدا وما تضيفيش اكتر من اللي انا ضفته. تمام. علشان تحتفظي بطعم الكفتة وطعم اللحمة كده الاصل بتاعها. ومعلقتين الدقيق دول هما اللي هيدوها تماسك حلو جدا، وهيمتصوا اي سوائل فيها من المية. تمام. زي ما انتوا شايفين هنفضل نعجن كده لحد ما تظهر الخيوط اللي انتوا شايفينها كده تبقى تمام وزي الفل. نسيبها بقى ترتاح شوية لحد ما ما نقطع بقى الخضار اللي هنفرشه في الصينية كده تحت الكفتة. تمام. معايا بصلتين، ومعايا قرنين من الفلفل الرومي، ومعايا حبيتين من الطماطم، وكلهم يا جماعة كده جوانح كده رقيقة ناعمة علشان تستوي بسرعة، لأن الكفتة ما بتاخدش معانا وقت في الفرن. هنزل عليها برشة من الفلفل الأسود ورشة ملح ورشة من نفس البهارات اللي ضفناها على الكفتة، وهنقلبهم كويس كده. تمام. نديهم ضحكة كده كلهم مع بعض، ونبتدي نوزع الخضار دوت معانا في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. والخضار ده يا جماعه بيبقى طعمه حلو جدا، احلى من الكفته، لانه بيبقى واخد كل طعم بقى الحاجات اللي نازله من الكفته. حاجه كده بتبقى جميله جدا. نجيب بقى الكفته بتاعتنا كده ونبتدي بقى نصبحها، ومعايا رشه كده من الزيت هدهنها على ايدي كده هوت. وهنبتدي بقى نصبح كده بقى الكفته على معلقه على سيخ المتاع عندك. والبصله يا جماعه، البصل اللي انا ضفته للكفته مش مصفيه من الميه خالص يا جماعه. تمام. ابتدي بقى صبعي كميه الكفته اللي معاكي كلها كده، ورصيها بقى على الخضار العسل اللي معانا دهوت زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. الكفتة يا جماعة متماسكة كده، ومعلقتين الدقيق مدينها تماسك حلو جدا. والعجن ده هو اللي بيدي ان الكفتة تبقى هشة معاكي كده مش مكتومة. يعني كل ما تعجني فيها كل ما تبقى هشة معاكي وطالعة مش مكتومة. تمام. نخلص بقى كل الكمية يا جماعة، وتعالوا بقى اقول لكم احنا هنسويها ازاي في الفرن. كده خلصناها كده. وطبعا صوابع الكفته كبيره شويه، طبعا هي تكش مش هتفضل على حالها. وده يا جماعه اللحمه لازم تكش معاك، اللحمه البلدي لازم تكش، ومفيش لها اي علاج اللي احنا ما نخليهاش تكش. هو يعني عشان تعرفي اللحمه نوعيتها حلوه لازم تكش معاكي شويه وهي بتستوي. تمام. هنبتدي بقى ندخلها بقى الفرن على اعلى درجه حراره يا جماعه. بس قبل كده لازم أنا اغطيها علشان ما تنشفش على طول مني في الفرن. تمام. يا اما بندخلها على اعلى درجة حرارة ممكن تنشف منك، فانت تغطيها لحد ما كل الحاجات الحلوة دي كلها تغلي مع بعض، والخضار يجيب ميته، وهي طبعا هتجيب ميتها وتنزل مية منها. فلازما تغطيها كده. وبعد كده مجرد ما هتغلي وتشم ريحتها تروحي كاشفة عنها الغطا زي ما انتوا شايفين كده، وتسيبوها تاخد اللون الحلو بقى. والخضار ده بقى يبقى يدينا الكرملة الحلوة اللي انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. بس كده خلصنا الكفتة يا جماعة، وبجد ريحتها خطيرة وطعمها حلو جدا. هنجيب بقى فحماية كده وننزل عليها عشان نديها بقى طعم الشوي. نغطيها بقى تاخد طعم الشوي كده. وبعد كده خلاص جاهزة معانا بقى على التقديم. معايا بقى طبق كده فيه شوية كده من البقدونس.
نبتدي بقى ناخد الخضار الحلو ده، مش عايزة اقول لكم طاعم قد ايه وطعمه في منتهى الجمال. ناخده كده بقى نفرشه طبعا على البقدونس، وممكن تحطيه في طبق جانبي كده جنب الكفتة. بجد هتاكليه بقى مع العيش، هتاكليه مع الرز، حاجة كده تحفة جدا. احلى صينية كفتة كده تعمليها بقى في العيد الكبير كده، عزومة بقى لحبايبك، حاجة كده تشرفك، والطعم في منتهى الجمال. طبعا يا جماعة سهلة جدا، ما بتاخدش اي وقت. وعايزة اقول لكم كمان ان هو سر نجاح الكفتة هو العجن بتاعها يا جماعة، كويس انك تعجنيها كويس. واهم حاجة ما تضيفيش بهارات كتير ولا اي حاجة كتير. انت ممكن تستغني كمان عن البهارات، ممكن تضيفي فلفل وملح كفاية قوي. ولو مش عايزة كمان تضيفي بقدونس ممكن ما تضيفوش، تضيفي بصل كفاية قوي. تمام. يعني في حاجات كده كده ممكن تلعبي بيها في الكفتة، بس اهم حاجة ما تكتريش البهارات علشان تفضلي محتفظة بطعم اللحمة، يبقى طعمها حلو كده. قدميها بقى جنب سلطة، جنب رز بقى بسمتي كده، جنب طحينة وعيش، بقولك ايه، أكلة حلوة جدا. بسم الله ما شاء الله، طالعة طرية يا جماعة ومتماسكة، حاجة كده تحفة جدا. جربوها بجد، من أحلى الوصفات اللي ممكن تعملي بها كفتة بنفس الطريقة. يا رب يكون الفيديو نال إعجابكم. أتمنى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير حلو كده للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.